السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الفته الاسكندراني بكل تكاتها، وهقولك ازاي تسلقي اللحمه باحلى طريقه وتاخدي منها احلى شوربه. ما تنسيش تعملي لايك وتنوريني باشتراك في القناه وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان باذن الله يوصلك اشعار باي فيديو جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقه مع بعض. هنا معايا بصلايه كبيره مقطعه قطع صغيره، هحط عليها شويه فلفل اسود وهبدا ان انا اقلبها كويس جدا بايديا بالشكل ده. تمام، الحركه دي بتخلي البصله كده تطلع النكهه بتاعتها وريحتها وبتبقى حلوه قوي. هنا مكعبات اللحمه زي ما انتوا شايفين معايا، ميه بتغلي، هبدا احط فيها البصله اللي انا قلبتها بالفلفل الاسود دي وطماطمايه. بعد كده هضيف اللحمه، وبجد هتاخدي احلى طعم وريحه وكل حاجه للشوربه وللحمه المسلوقه. اغطي عليها واسيبها لحد ما تستوي، وطبعا لما تدخل في السوا او خلاص قربت تستوي ببدا احط الملح، عشان الملح بيأخر من تسوية اللحمة زي ما كلنا عارفين. بعد كده هنبدأ نعمل الرز. معايا قطعة سمنة واحط عليها شوية زيت. ضروري جدا تحطي زيت مع الرز علشان يطلع معاكي مفلفل كده وفيه لمعة حلوة زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي في اخر الفيديو. هحط الرز وهبدأ ان انا اقلبه كويس جدا او اشوحه كده مع السمنة والزيت، هغلفه بيهم عشان ما يعجنش. بعد كده هضيف الملح، هديله برضو تقليبة كويسة. بعد كده هضيف عيار الرز. انا كان معايا 5 كوبايات رز، فهحط قصادهم 5 كوبايات ميه. وبالنسبه لعيار الملح لو حد عايز يعرفه، لكل كوبايه رز معلقه صغيره من الملح، مش معلقه شاي، لا معلقه بهارات، اللي هي المعلقه الصغيره قوي دي بتاعه البهارات. حطيت الميه وهبدا ان انا اقلب الرز كده وهستناه لحد ما يغلي، مش هغطيه خالص لحد ما يغلي. واول ما يبدا يغلي بالشكل دوت هبدا ان انا اغطي عليه وهنقله على نار هاديه خالص، ومن وقت للتاني كده بتديله تقليبه بسيطه. اهي النار كانت عاليه، هبدا ان انا اوطيها خالص واحط الرز، ولو عندك شياطه ابداي اللي انت حطيها. هغطي الحله وهسيبها لحد ما تستوي وبقلبه برده باستمرار. ده العيش الناشف اللي هعمل منه الفته، كسترته كده بالشكل ده. وهنا خلاص كانت اللحمه بتاعتي استوت، والشوربه بجد طعمها وريحتها رهيبه وتحفه جدا. وطبعا حطيت الملح بقى زي ما اتفقت معاكم. وده كده شكل الرز. بصوا بقى الرز مفلفل ازاي وتحفه. هنبدأ بقى نعمل الخل والثوم على الطريقة الاسكندراني. ليه بنقول فتة اسكندراني؟ عشان هي مش بالصلصة، تمام، بالثومة بس. فمعايا قطعة سمنة حطيت فيها الثوم وفضلت اقلب فيه لحد ما خد اللون الذهبي. هطفي النار واحط عليه الخل بس كده. ده كده الخل والثوم بتاع الفتة الاسكندراني. نبدأ بقى نحضر مع بعض طبق الفتة وهقولك ازاي بعمله، تمام، لان هو ليه تكاية كده بسيطة بس بتفرق قوي فيه. هنا حطيت في كل طبق كده شوية من العيش وهحط عليه شوية من الشوربة. العيش بحط عليه شوربة وخل وثوم ورز، يعني مش بكتفي بالرز والخل والثوم اللي بيبقى فوق الوش بس، لا بحب اقلبهم كده مع العيش علشان لو الطبق اللي فوق خلصت ما يسيبولناش العيش بقى، لا ياكلوا العيش هيلاقوا فيه برضو خل وثوم ورز. تمام، فانا كده قلبت العيش مع شوية رز وشوية خل وثوم وشوربة. بعد كده هبدأ احط عليه الرز بقى من فوق الوش. شايفين الرز مفلفل ازاي وتحفة بجد والله. هي اكلة اصلا بسيطة قوي وسهلة جدا وسريعة زي ما كلنا طبعا عارفين. هحط بقى شوية فلفل اسود كده من فوق الرز، برضو بيبقى حلو قوي كده في الفتة. ونحط بقى الخل والثوم بس كده. كده يبقى انتي حضرتي احلى طبق فتة اسكندراني، وبألف هنا وشفا مقدما. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.